القناة الثالث عشر كما ترون أمامكم صاروخ قادم من اليمن. لم يعلق الجيش الإسرائيلي أو يؤكد هل سقط في الهدف أم أسقط. هذه هي العبارة. مأزق خطير وقع فيه الإعلام العبري بعد أن رأينا الرقابة العسكرية تسمح للقناة الثانية عشر بنشر معلومات يتأكد من خلالها أن إطلاقات فاشلة من اليمن، لنرى بعدها مباشرة وصول صاروخ إلى الأجواء الإسرائيلية، ويضطرب الجيش الإسرائيلي ما بين التأكيد والنفي حول مسألة إسقاط هذا الصاروخ. لماذا صواريخ اليمن لن تصيبنا؟ بهذه العبارة الجريئة كان مقال القناة الثانية عشر لنجد هذا الصاروخ يضرب في العمق. هذه الخلاصة. فمنذ بداية الحرب أطلق الحوثيون مئات الصواريخ البالستية والدرونات، وبعدها تغير عنوان المقال. شبكة الرصد والتحديد يأتي من الأقمار الصناعية المتنقلة والثابتة ومن جبل كارن في النقب. أنظمة أيجس المسح الرادار النشط في كل من البحر الأحمر والخليج العربي، ورادارات الحلفاء والرادارات الإسرائيلية من دون رصد لا إنذار، وحيث لا إنذار لا اعتراض. فالصواريخ اليمنية تقطع المسافة في 15 دقيقة بسرعة 6000 كيلومتر في الساعة. هناك نظام أراو 3 وأراو 2 وثاد وأيجيس. هذا الرادار النشط في المدمرات الأمريكية المجهزة بصواريخ SM-3A2. ودخلت الآن كارل فينسون والمدمرة توماس أندر التي لديها الأيجاس بيز لاين 9. وأخيرا الاعتراض بصواريخ ثاد على مسافة 2000 كيلومتر برادار AN2 TPU. ويعترف الإسرائيليون اليوم بأداء السنتكوم القيادة المركزية للقوات الأمريكية. وفي بداية الشهر الأول من أبريل نيسان كان هناك إطلاق أو إطلاقين آخرين يوم 5 من هذا الشهر لم تصل إلى الغلاف الجوي. وفي الثاني وصلت الطائرات إلى محمد قاسم الصوفي المساعد الشخصي للقائد الحوثي وقادة آخرين دون ذكر أسمائهم. وكل هذا من أجل تبرير كيف فشلت أسطورة الاعتراض. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار الشرق أوسطية. اليوم أزمة خطيرة في مصداقية إسرائيل ما بين معلومات مررتها الرقابة العسكرية في القناة الثانية عشر وما بين التشكيك الذي حدث في القناة الثالثة عشرة. وهذا يعني أننا نتحدث عن صعوبة كبيرة ولو على صعيد الإعلام والرواية الرسمية إلى اليوم غير دقيقة. ببساطة إن لم نقل كلمة أخرى فهي غير دقيقة ما بين التسريب باتجاه قناة والرد أيضا، وقبول جزءا من الحيادية في تسريب آخر. إذا بين تسريبي القناتين نلاحظ أن هناك إعادة تقدير واضحة للغاية، انطلاقا من 4 أمور واضحة. أولا لدينا الأيجس الرصد الراداري النشط، ثم بعده مباشرة نجد أراو 3 أو 2 وثاد، وأهم من كل هذا توماس أندر. هذه المدمرة التي تمتلك قدرات استثنائية الآن تحارب أمريكا، صواريخ الحوثي بكل ما لديها، بكل الميكانيزمات التي لديها، بثاد أرض جو، وأيضا بالأيجس، ومن خلال الرادارات المختلفة كل الرادارات. وهذا الذي أشرنا إليه في كارل فينسون عندما تحدثنا عن الرادارات الموجودة في هذه الحاملة، وهي الموجهة ضد الصين لتوجه ضد الحوثي. إذن
هذه الصواريخ التي يعترف الإسرائيلي بأنها تمر الآن في إطلاقها من اليمن وإلى إسرائيل ب15 دقيقة وفي حدود 6000 كيلومتر في الساعة. إذا عندما نرى الآن عدم تفصيل بين الصواريخ اليمنية، خصوصا وأن اليمنيين يقصفون بفلسطين 2 وأيضا بذو الفقار، كلها باليستية، لكن على العموم يشهد الإسرائيلي أنها تتجاوز 5000 كيلومتر في الساعة. هذا أمر عادي فيما هناك أقل من 15 دقيقة، وهذا الذي يمكن تأكيده. نتحدث عن 13 دقيقة من جهة، وأيضا في الاتجاه الآخر هناك ترتيب دقيق بخصوص الإطلاق في حدود 7250، وهذا الوارد في الأقمار الصناعية. وعلى الأقل بالنسبة لذو الفقار البالستي وما بين الفرط الصوتي هناك محاولة لدمج هذا التهديد بشكل كامل وإعطاء فكرة شاملة عن عزل الفرط الصوتي واحتسابه على ذو الفقار، وهذا أمر أول. الأمر الثاني أن جميع ما لدى الغرب استخدم. عندما يقول الإسرائيلي أنه استخدم آخر طبعة له من هذه الصواريخ أرض والاعتراض في الغلاف الجوي خارج الغلاف الجوي، فهنا نتحدث عن حدس 3. الآن يعترف الإسرائيلي بتجاوز هذه الصواريخ لحدس 3 وحدس 2 وصاد، هذه زاوية، وأيضا تجاوز الأيجيس في كل من البحر الأحمر والخليج العربي، وأخطر من كل هذا تجاوز لرادار ANTPU-2، وهذا الرادار في توماس هاندر تعني أننا أمام جميع الرادارات، لأن كل الرادارات التي ذكرناها بتفصيل في الفيديو السابق، اليوم نرى أيضا صعوبة كبيرة للغاية مع فينسن في أمر الاستخدام المباشر لرادار ANSPS 48A، ونتحدث أيضا عن ANSPS 49V، وكلها من ما سمي بالفريق الأول CSG-1. إذا سيل بلوك، هذا التقدير الذي يعمل عليه الآن الأمريكي من خلال كارل فينسن. نتساءل هل فعلا أتى هذا الاعتراض من السعودية أو من خارج السعودية، أي في أجواء السعودية. نتحدث عن ما هو خارج الغلاف في أي بلد أو في أي دولة. هذا التقدير هو الذي يمكن اليوم حسمه انطلاقا من ملاحظة ثالثة، بأن كل الرادارات التي لدى الولايات المتحدة الأمريكية كلها استخدمت بشكل كامل في اليمن، لأن كل الترسانة التكنولوجية الآن التي ضد الصين والتي كانت ضد الصين اليوم وجهت وتجرب بشكل مباشر في اليمن. وعلى كل فإن هذا الصاروخ الذي وصل إلى هدفه، ونؤكد ذلك أمام التشكيك الذي حدث في القناة 13، وأيضا وهذا هو المهم، فإن الوصول إلى الهدف كان مؤكدا لسبب بسيط، لأن حالة الإطلاق ما بعد نشر هذا التقرير الذي وافته الرقابة العسكرية بالمصادقة، بمعنى أن كل معلوماته صادق عليها الجيش، إن هذه الوضعية حاليا وضعية دقيقة لأبعد حد، لسبب بسيط، لأننا نتحدث عن جملة ترونها أمامكم. هذه المعلومات مررتها الرقابة العسكرية. هذا يعني الكثير بالنسبة للأسرار التي تظهر وتمرر، وهناك أجزاء يمررها جنرالات من الاحتياط والعاملين أساسا ضمن هذا التصحيح الذي يحدث من القناة 12 دائما، وهي تحاول
أن تأتي بمصداقية بعد أن شككت في وقت سابق في إجراءات الدفاع الجوي. إذن الأمر هنا شديد التعقيد، إذ كانت القناة 12 هي التي تشكك، فأصبح الجيش الإسرائيلي يعتمد عليها وتسلمها الرقابة العسكرية بما يفيد تماما الاعتراض. فأصبحت القناة 13 الإسرائيلية هي التي تشكك، وما بين طرف مشكك دائما في إطار هذه العمليات، فإن دفع الثمن اليوم دفعا واضحا انطلاقا من اعتبارات أساسها هذا التوجه الذي يعمل عليه الآن الإسرائيلي. والإسرائيلي حاليا يخوض أزمة حقيقية في مصداقيته أمام حالة الاعتراض ومحاولة القناة 12 من هذه الحادثة أو غيرها. فهنا تظهر خلاصة مركزية أساسية: كل مقالات القناة 12 تذكر السعودية بدون استثناء في كل التغطيات، فيما القناة 13 اليوم هي التي تشكك. وفي واقع الحال فإن كل الاعتراضات تمت في أجواء المملكة العربية السعودية. وهنا يتضح أن وصول عديد الصواريخ وحالة الاعتراض التي سببت حطاما كبيرا الآن كان الاستهداف لهدف عسكري، وهذا الذي ظهر بأن هناك اعتبارات بأن الاعتراض أتى مدروسا، والفرق كبير ما بين الاعتراض الجزئي والاعتراض الكلي، وهذا له مبحث. إنما الآن فيما يجري هو محاولة ضرب هذا الصاروخ لخلاصة الاستخبارات العسكرية أمام هذه الفقرة للرقابة العسكرية كما ترونها أمامكم، مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.